السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحبوباتي الغاليات، كيفكم كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم اللي نشارك معكم هاد الفقيقيسات الحلوين المنسمين الرائعين والشهيين والصحيين مع مكسرات إن شاء الله لشرب الشاي أو القهوة، يعشقوهم الصغار والكبار. وخليكم معايا حبوباتي اللي نعرض عليكم طريقة الاستعمال والمقادير. المهم طفيلات ما تنسوا اللايك سبسكرايب واني بكم. هون حبيباتي يعني نحتاج كيف شفتوا البيض المكونات كل شيء هون طفيلات درت سنيدة جنجلان والصانوج وثلاث بيضات، ودرت ساشي من الفاني. ولا هنا خلط المكونات كل شيء ان شاء الله تعالى. نستمسهم هون بالشكل هذا مش راجي حبيباتي بالصانوج. ولا هي نضيف حبة حلاوة وثاني نافع ان شاء الله. ولا هي ندير فيرميسيل شكلاط فيرميسيل على حساب الاطفال كيبغوا اي حاجه فيها الشكلاط. وباش ندوزو لهم هاد المكونات ان شاء الله كيجوا رائعين حبيباتي صدقوني. جربوهم وردوا عليا. هون طفيلات عندي النافع والنافع الطفيلات وحبة حلاوة مطحونين اصلا. ضفت واحد الكتشارة وشوي وملعقة ونصف من هذا من نافع وحبة حلاوة. كنخلطوا المكونات كلشي حبيباتي وكنضيفوا ماء زهر. ماء زهر هون الطفيلات اللي نضيف ماء زهر بعد ما خلطت المكونات اللي نضيف ماء زهر ان شاء الله. لهنا ندير تقريبا قنينه نخلي فيها شويه فقط، يعني بغيت نستعمله لواحد الحلوه الثانيه ان شاء الله. نخلي فيه القليل. الطفيلات الدور ديال المزهر كينسم هاد القريشلات وكيعطيهم واحد الهشاشه رائعه حبيباتي. ولا نضيف كاس من الزيت. يمكن لكم تستعملوا نصف زيت زيتون ونصف زيت المائده، انا درتو كلشي زيت المائده. نتوما لكم الاختيار. كاس من السنيده يمكن لكم تضاعفوا سنيده لانه على حسب هذا الذوق. يمكن لكم تضيفوا سنيده كاس ونص او تخلوا كاس. هون الطفيلات اللي ندير واحد المكون اساسي كيخليهم هشاش. انا هون اللي ندير رابعه ديال الفينو، دقيق الفينو. ومن بعد لهين نضيف عليهم حبيباتي دقيق الخاص بالحلويات وحتى كتجمع لنا العجينه حبيباتي. ولا ندير جوج خمارات حمرين. اول خميره الكيماويه صح 7 غرام، غندير منها جوج حبيبات. صدقوني حبيباتي هاد القريشلات كيجو هائلين وما كيقبضوش الوقت، يعني في نصف ساعه ولا ساعه ان شاء الله تعالى. ما كاينه كاع ساعه حبيباتي، يعني 40 دقيقه ان شاء الله تكوني جهزتيهم. يعني كان عندك الفران كبير ما غتحتاجي حتى ربع ساعه ان شاء الله. هون الطفيلات كنبقى نزيد الدقيق تدريجيا حتى يتجمع عندي الخليط فقط. انا ندير الدقيق مغربل في هذاك. هون الطفيلات اللي نزيد الفيرميسيل مع الدقيق لانه الاطفال كيبغوا شي حاجه فيها الشكلاط باش ندوزو لهم داك الصانوج وجنجلان والمكونات الثانيه نديروا لهم شويه من الشكلاط باش كيفتهك هذا يستافدوا من كل شيء ويعودوا مقويين، يعني مقويات زينين. الطفيلات كنجمع الخليط، ما خاصو يكون العجين مطلوق وما خاصو يكون صلب. ملي شفتوا الطفيلات صاي كنتم نجمع العجينه غير كيف تاك حتى تجمع عندي وما تعود تلتصق في اليد. ونكملوا ان شاء الله مع بعض. هذا الشكل شفتوا الطفيلات يعني ما كتلصقش في اليد وما هي صلبه وما هي سائله يعني مطلوسه. هاك حبيباتي صاي نستمر على هذا الشكل اخواتي. ولا هنا ان شاء الله نغطوها بلاستيك ديال المطبخ ولا بلاستيك ثلاجه صافي. ونجمع هذا المكان باش ان شاء الله نعضلوا الحريبلات مع بعض وحنا مستمرين. صاي الطفيلات من بعد كنشدوا الخليط كنهزوا منه واحد شوي ونتموا نديروا حريبلات كيف تاك ونقطعوا مباشره ونهزوا. يشتوا الطفيلات بلا ما تنشفوهم لا في الفرن ولا في حتى شي حاجه، ما تخافوهم يلتصقوا لانهم كيتفتحوا. اللي نديروهم في الطاوه على هذا الشكل حبيباتي. يعني راهم شتو الطفيلات كندير واحد الطاوه مفرشه فيها ورق الطبخ ويمكن لكم تدهنوها فقط دهنوها بشوي من الزيت باش ما يلصقوا لكم. صاي الطفيلات كنستمر على هذا الشكل حتى ان شاء الله نكمل كل شيء. وكيجوا ساهلين حبيباتي ورائعين وراه كيتنفخوا. الحجم نتوما كتحكموا فيه، يعني الحجم نتوما كتحكموا فيه، بغيتوهم كبار صغار
صحيح حبيباتي، كندخلوهم الفرن كيف شفتوا وكنطيبوهم على هذا الشكل. كيجيو روعه حبيباتي. انا اللي نستمر خرجت الطاوه الاولى ولا ندير الطاوه الثانيه اللي كيمرقوا حبيباتي كميه هائله تبارك الله كثيره، وصراحه كيجيو واعرين حبيباتي. جربوهم اكيد اطفالكم ولا وليداتكم اللي يعجبوهم. المهم حبوباتي لهنا شوفوا الطفيلات كيفاش يجوا هشاش وفي نفس الوقت مقرمشين فهمتوا صحيين. المهم حبيباتنا اللي نقدمهم ان شاء الله مع شويه مكسرات وكأس شاي، ونقول لكم الصحه صحتي وصحتكم، ونودعكم في اللي ما يفرط فيكم الى فيديو ثاني ان شاء الله، وصفه ثانيه باذن الله. ما تبخلوا عليا باللايك وبسبسكرايب. نقول لكم باي باي الى فيديو ثاني ان شاء الله، ووصفه ثانيه او فيديو محتوى ثاني ان شاء الله. باي باي.